بيبدا فيلمنا ببنت سايقه عربيه وفجاه بيحصل زلزال والعربيه بتتقلب بيها، بتقع على منحدر صخري، بس العربيه بتكون ماسكه على حاجه بسيطه جدا. بتتصل بفريق الانقاذ علشان تلحقها، وهنا بقى بيجي القائد راي جينز علشان ينقذها، لكنه مش عارف ينزل منين لان المكان بيكون ضيق على الطياره، بس بطريقه معينه بيقدروا يقربوا على قد ما يقدروا. وبينزل اخونا جوبي وبيطلب من ناتالي ما تتحركش لان العربيه بتتزحلق، بس للاسف العربيه بتقع على ايد جوبي ومش عارف يتحرك من تحتها. بيضطر الرائد راي انه ينزل، وفعلا بيقدر انه ينقذ ناتالي وصاحبه جوبي. ومنطقه امريكا الشماليه دي بتكون مشهوره اصلا بكتر الزلازل فيها، وفي طالبه بتسال عالم الزلازل الدكتور لورنس هل ممكن يحصل زلزال يستمر لمده 10 دقائق في كاليفورنيا. قال لها انه زلزال بالقوه دي مش ممكن يحصل غير كل 100 سنه، وبما انه عدى على حدوث اخر زلزال 100 سنه فوارد جدا حدوثه في اي وقت. في نفس الوقت ري بيكلم البسكوته بنته علشان يقضي الاجازه معاها قبل ما تسافر للكليه وكده، ولانه منفصل عن زوجته. والدكتور لورنس راح عند سد الهوفر مع المتدرب بتاعه علشان يكتشف الزلازل اللي هتحصل قريب، وبيكونوا مبسوطين انهم لقوا زلازل صغيره، بس بيتفاجئ بارتفاع كبير جدا في نسبه الزلازل، والمكان بيبدا يتهد ويتكسر على دماغه، والسد نفسه اتشقق والزلزال بيكسر كل المنطقه. كان بيقدر يطلع وبينقذ بنت صغيره كده في طريقه، لكنه للاسف مش بيلحق يعدي السد. ساعتها الزلزال بيهد السد عليه. بيجي رساله لري باللي حصل وانه لازم يروح حالا لانهم محتاجين دعم. ولما بيوصل البسكوته بنته بيتعرفوا على صاحب مراته الجديد وبيعرف انهم هيعيشوا مع بعض خلاص. بيتعصب جدا وبيقول لها يوقع ورق الطلاق لما يرجع. على طول بيمشي وبيروح علشان يشوف الكارثه اللي حصلت، بيجهز هو والتيم وبياخدوا القرار السليم. في نفس الوقت البسكوته بتكون سافرت مع جوز الحاجه مامتها علشان الكليه، وفي الطريق بتساله اذا كان عنده اولاد ولا لا. قال لها ايوه انه عنده اولاد بس من نوع اخر، ووريها اكبر ناطحه سحاب في سان فرانسيسكو وقال لها ان دي واحده من اولاده. وانا كمان والله بفرح لما اشوفها بتفرح. لما بتوصل سان فرانسيسكو بياخدها المبنى بتاعه، وهناك بتتعرف على الشاب حماده، والدكتور لورنس بيحضر لقائه بيقول فيه انهم قدروا يتوقعوا وقت حدوث الزلازل. فجاه في وسط الاجتماع واحد من الفريق بيقول له انهم لقوا معدلات النبض عاليه جدا، والكلام ده برضه في سان اندرياس كلها، والمعدلات الاكبر كمان جايه من سان فرانسيسكو، وده معناه اننا على وشك اننا نشوف اكبر واخطر زلزال في التاريخ. الناس بتتكلم في الزلازل وحماده عمال ياكل في البسكوت، يشقط في البسكوتايه، وبيعرفها على اخوه الصغير اولي. بس الواد شكله خبره الصراحه لانه طلب منها الرقم لاخوه بين علشان عارف انه خايف زي حالتنا. وحماده المفروض ان عنده انترفيو مع جوز مامتها. بنروح للوس انجلوس وري بيكون بيكلم مراته سابقا وحبيبتي حاليا، ما علينا. بيقول لها انه اسف على الاسلوب اللي كلمها بيه لما كان عندها وانه اتعصب، بس ده كان عشان شافها مع واحد تاني. وفجاه الفندق كله بيتهز وايما بتقع. ري بيبص بص على المدينه كده لقى كل حاجه بتتكسر. على طول بيطلب منها تطلع على السطح وهو يروح ياخدها. وفي سان فرانسيسكو بسكوتايه بنته بتسيب رقمها لاولي وبتقول له خلي حماده يرن عليا، وبتمشي مع جوز طنط ايمي. بس الجراج بيتكسر فوقهم ومش بيعرفوا يخرجوا. ساعتها السواق بيموت وبليك بتكون خايفه جدا لان رجلها شابكه ومش عارفه تتحرك. يا ريتني كنت موجود. المهم جوز مامتها بيمشي وبيسيبها وبيقول لها انه هيطلب مساعده، بس بليك بتكون خايفه جدا والمبنى اللي هي فيه بيتهد على اللي فيه. ولما تايلر بيشوف جوز مامتها خارج بيعرف ان بليك في ورطه، واخونا ري بيتخض من منظر المدينه لانها بتتطربق على اللي فيها وكانها نهايه العالم. وبعد معاناه كبيره جدا بتقدر ايما انها تطلع على السطح، بس حتى السطح بيتكسر بيها وبتقع تحت تاني، بس بتقدر تقوم وتطلع تاني. وهنا بيكون ري وصل لها، بس السقف كله بيولع تحتها والمباني اللي جنبها كلها بتقع وحتى المبنى اللي هي فيه، لكن بتقدر تفلت قبل ما يقع بيها. وعلشان يخرجوا من المكان بيعانوا كتير بس في الاخر بيطلعوا، لكن بنتهم بليك مش عارفه تطلع. يا ريتني كنت موجود. المهم ما بتلاقيش حل غير انها تتصل بباباها وبتقول له يساعدها بسرعه لان جوز مامتها سابها وخلع. وساعتها الخط بيقطع والمكان بيتكسر اكتر، والعربيه بتضغط على رجل بليك اكتر واكتر وبتفضل تعيط لان مفيش حد عارف مكانها. يا ريتني كنت موجود. لكن بين واولي بيجوا علشان ينقذوها وبيحاولوا يشيلوا الصخره اللي على العربيه عشان يقللوا الضغط عنها، وبيفضلوا يحاولوا لحد ما يخرجوها فعلا في اخر لحظه. وبياخدها ويخرجوا من المكان وبيدوروا على مكان يقدروا يكلموا منه باباها. والدكتور لورنس بيتابع تصدعات الزلزال وللاسف بيعرف ان بعد اللي حصل ده الزلزال مهداش، بالعكس ده لسه هيزيد اكتر واكتر. بليك بتقدر تتصل بباباها عن طريق اللاسلكي لان الشبكه متعطله، وبعد ما تقول له على مكانها بتكلم مامتها وبتعرفها ان حبيبها حيوان وجبان لانه سابها في المكان واللي انقذها شابين جدعان. ري بيقول لها انه في طريقه عشان ينقذها وبيطلب منها تروح مكان عالي زي بوجه كاونت عشان يقدر يشوفها. وبعد ما يقفل الطياره بتتعطل وبيضطر انه ينزل بيها بخبطه بسيطه كده في الارض، وبينزلوا في محل لبس وبيعملوا شوبينج وبيطلعوا يسرقوا عربيه مسروقه ويمشوا. والتيم بتاع الدكتور لورنس بيقدر يخترق الشبكه ويعمل بث مباشر من لوس انجلوس. وقالوا انهم توقعوا حدوث الزلزال لكن مفيش حد صدقهم، وقال ان كل اللي حصل ده مجرد هزه بس من الزلزال، وان الزلزال لسه ما بدأش اصلا، والزلزال ده هيكون بقوه 9.5 ريختر او اكتر، وان سان فرانسيسكو هتتساوى بالارض من اول هزه في الزلزال. فنصيحته ان كل اهل فرانسيسكو يغادروا حالا. بنرجع لايميل اللي بتلوم ري على موت بنتهم واللي كانت ماتت في عمليه انقاذ كان بيقوم بها ري.
ري. وفي وسط الكلام بيلاقوا ناس بتحذرهم انهم يمشوا في الطريق ده، وفجأة بيلاقي الطريق مشقوق قدامه فبيقف. بيلاقي الارض اتقسمت نصين من صدع سان اندرياس. ولما بيرجعوا بيشكروا الناس اللي حذروهم وبيسالوهم عن طريق تاني لسان فرانسيسكو، بس الطريق ده بيكون على بعد 70 كيلو متر. بيلاحظ ري ان الراجل ده لابس كاب وعليه اسم مدرسه للقفز الجوي. على طول بيروح للمكان وبيركب طياره من سنه 1956 من تقفيل الخواجه، وبيعتذر لايما عن عدم كلامه معاها، وانه كان حاسس انه السبب في موت بنته مالوري، وانه لحد دلوقتي مش عارف يتقبل فكره موتها. بتقول له كفايه كده عشان هعيط ويلا نلحق التانيه قبل ما تموت هي كمان. في الوقت ده بليك بتجمع اي حاجه ممكن تنفعها في نهايه العالم دي. يا ريتني كنت موجود. المهم بين بيقول لها ان في مشكله، لان المبنى اللي المفروض يروحوه اول حاجه بعيد جدا، تاني حاجه المدينه كلها بتولع ومش هيقدروا يوصلوا. بس الواد اولي بيقول لهم ان في مكان تاني اعلى منه وهو تل نوب هيل، وده اعلى مكان في المدينه. وفي الاول بين مش بيكون موافق، وده عشان غبي، يا ريتني كنت موجود. بس في الاخر بيقتنع وبيروح معاها. ري بيوصل لكنه مش بيلاقي مكان ينزل فيه، وده عشان المطار اتدمر، فبيلبسوا مظلات الهبوط علشان ينطوا. واسمحوا لي اقول برضه يا ريتني كنت انا. بينزلوا فعلا، وبنسمع في الاخبار ان الزلزال بدا في كاليفورنيا لكنه انتهى بسرعه. الخطر كله هيكون في سان فرانسيسكو اللي هو مكان الحلويات بليك اللي المدينه كلها بتتهدى عليها دلوقتي. والزلزال بدا فعلا وشكله مرعب لانه بيدمر كل حته في المدينه. ري بيوجه الموجودين للملعب وبيقدر ينقذ عدد منهم قبل ما المبنى يقع عليهم، وبيفكر يعدي بليك ازاي اللي في الوقت ده بتساعد بين لانه مصاب. والدكتور لورنس بيأكد لنا ان ده اخطر زلزال على مر التاريخ. بليك بتسمع في اللاسلكي وبتعرف ان المكان اللي هي فيه هينهار عليهم حالا، فبتاخد بين وبتجري. ري وايمي بيركبوا مركب علشان يروحوا لبنتهم، بس بيقابلهم فيضان اكبر واخطر من تسونامي نفسه، وبيكون شايل معاه الاخضر باليابس بالقلع باللابس. بيطلع في ري بس بيتقابلوا سفينه كبيره جدا، وبأعجوبه بيقدر انه يفلت منها ويعديها، لان بعدها بتتقلب وبتدمر اكبر كوبري في المدينه. والتسونامي دخل المدينه وبدا يسويها بالارض. بليك اول ما بتشوفه بتحاول انها تمسك في حاجه بس بيكون شديد جدا، وبعده معانا بيقدروا يمسكوا في حاجه وبيحاولوا يطلعوا المكان اعلى علشان الميه ما توصلهمش. وري عمال يلف في المدينه بالمركب وكانه في شط عجيبه، بس مش بيكون عارف يروح فين لان المدينه كلها بتكون متدمره والمباني شكل بعضها. بس اللي بيشوفه وبينادي لبليك، بتفرح جدا وبتحاول تنادي عليهم او توصل لهم لكنهم مش سامعين حاجه. بليك بتفكر في الليزر بتاع اولي وفعلا بيستخدموه. ري بيشوفهم وهو بيفرح قوي هو وايمي، بس فرحتهم مش بتكمل لان المبنى نزل بيهم تحت الارض والميه ملت المبنى تاني وبدا يغرق. ساعتها ري قرر انه يدخل بنفسه وينقذها، وفعلا بينط ويدور على مدخل. بس بليك في الوقت ده بتدور على مخرج لانها مش عارفه تتنفس. وهنا بتقابل باباها وبتقول له انها مش لاقيه مخرج. قال لها انه هيتصرف باي شكل عشان يطلعها، وبيحاول يدور على اي مخرج لكن الميه بتكون غطت المكان، وكمان المبنى نزل تحت الارض اكتر واكتر. وبليك بتقول لباباها انها بتحبه والميه غطتها خلاص وخدت اخر نفس واغمى عليها. وساعتها ري قعد يعافر بكل قوته لحد ما فتح الباب وقدر يوصل لها، وخدها وطلع على بين وفضل يفوق فيها. ايمي بتشوف بين وهو بيحاول يكسر الازاز، قامت داخله فيه بالمركب وكسرت الازاز هي، وركبوا كلهم وقدروا يخرجوا من المبنى في اخر لحظه. وبعد محاولات كتير فكروا ان بليك ماتت، بس ري فضل يحاول لحد ما فاقت وحضنوا بعض كلهم. وكل القنوات والاخبار قدمت شكرهم للدكتور لورنس على انه حذرهم قبل الزلزال وانقذ ارواح كتير جدا، وبداوا يعالجوا كل المصابين. وري بيشكر بين واولي على مساعدتهم لبنته بليك. وكده يكون خلص فيلمنا. واللي كتب السكريبت ده هو انا اخوكم جابر، واللي سجله انا برضه. ما تنساش تعمل فولو للقناه واكتب لي رايك في كومنت. اشوفكم على خير.